لماذا يعامل المدير العام للأمن الوطني موظفي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DGST والمكتب المركزي للأبحاث القضائية BCEG بشكل تفضيلي مقارنة مع موظفي الأمن الوطني؟ في هذا الفيديو سنتطرق إلى سلسلة الانتهاكات التي ارتكبتها ولا زالت ترتكبها المديرية العامة للأمن الوطني بقيادة مديرها عبد اللطيف الحموشي في حق موظفيها، والتي أصبحت واضحة للعيان حيث سنعرضها بالفحص والتحليل. لا يخفى على أحد أن المديرية العامة للأمن الوطني تدعي باستمرار احترام حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية المتعلقة بالأمن، ومع ذلك فإن واقع الحال يحكي عكس ذلك، حيث تغيب مفاهيم احترام الحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بموظفي جهاز الأمن الوطني، والتي طالما تغنت بها هذه المؤسسة القوية، وخاصة في عهد مديرها القوي عبد اللطيف الحموشي. نبدأ بمناقشة ساعات العمل القانونية التي يفرضها قانون الشغل المغربي، والتي تصل كحد أقصى إلى 44 ساعة في الأسبوع، ومع ذلك يعمل عناصر الأمن الوطني المغاربة في كثير من الأحيان لما يقارب 63 ساعة تقريبا في الأسبوع، دون تسلم تعويضات عن هذه الساعات الإضافية أو تعويضها على الأقل بفترات راحة كافية، حيث يشتغل رجل الأمن حوالي 12 ساعة يوميا من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 2 صباحا، أو بنظام 3/8. وفيما يتعلق بالجدولة، فالحديث هنا عن تخطيط غير فعال لساعات العمل منذ تعيين عبد اللطيف الحموشي مديرا عاما للمديرية العامة للأمن الوطني، فهناك دائما انتهاكات غير قانونية ومتكررة تؤثر على موظفي المؤسسة، وتشتمل على دورات مستمرة من العقوبات والقمع والحرمان من حرية النقد والتعبير. وهنا يجب فتح باب واسع من المقارنة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث يعتبر عبد اللطيف الحموشي مديرا لكلتا المؤسستين. ففي تمييز واضح يحصل ضباط المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على مكافآت خاصة للمخبرين، ومكافأة مالية شهرية تبدأ من 2000 درهم مغربية تقريبا، إلى جانب رواتبهم الشهرية، كما أنهم يعملون وفق جدول زمني محدد، ويمتلكون وسائل لوجستية متقدمة من أجل أداء مهامهم. وفي المقابل لا يحصل موظفو المديرية العامة للأمن الوطني على مكافأة شهرية أو سنوية، ولا يستفيدون أيضا من مكافآت مقابل المعلومات التي يجمعها عناصر فرق الاستعلامات العامة. ولسوء الحظ فإن معظم التحريات وجمع المعلومات التي يقوم بها رجال الاستعلامات العامة غالبا ما تنسب إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وهناك تباين واضح بين موظفي المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على جميع الأصعدة، مما يطرح تساؤلات مهمة حول المعاملة المتدنية والحقوق المنتهكة في حق موظفي الأمن الوطني من طرف المدير العام عبد اللطيف الحموشي، على الرغم من أن موظفي كلتا المديريتين يعملون تحت مظلة واحدة وإشراف مدير عام واحد، والذي ليس هو سوى عبد اللطيف الحموشي شخصيا. لقد أبان الرجل عن تناقض صارخ في كيفية التعامل مع موظفي المديريتين. اللافت أن موظفي الأمن الوطني من مختلف المناطق الأمنية في أنحاء المملكة يواجهون تحديات كبرى تؤدي إلى إحباطهم وضيقهم النفسي، حيث يواجه هؤلاء الموظفون اهتماما أقل مقارنة بنظرائهم في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. واللافت للانتباه والمثير للدهشة أيضا
أن المديريتين تعملان تحت إمرة مدير عام واحد، إلا أن رجال المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وعلى مدار سنوات عديدة يحصلون على ترقيات منتظمة وحوافز مالية وزيادة في الرواتب، وعلى عكس ذلك يواجه موظفو المديرية العامة للأمن الوطني تحديات في هذا الصدد، إذ يصبح الوضع أكثر تعقيدا عندما يتعلق الأمر بطلب الإجازة السنوية التي تعتبر حقا دستوريا، ونفس الشيء بالنسبة للإجازات الاستثنائية، حيث غالبا ما يواجه موظف الأمن الوطني صعوبة في الاستفادة من هذه الإجازات، في حين يتمتع موظف جهاز مراقبة التراب الوطني بمزايا كبيرة في هذا الشأن. هذه الظروف مجتمعة تجعل رجال الأمن الوطني يشعرون بالظلم والتمييز، ما يؤثر سلبا على حياتهم المهنية والشخصية أيضا. يجب على المدير العام للأمن الوطني الإسراع في معالجة هذه القضايا والسعي إلى تحسين ظروف المعيشة والعمل لصالح موظفي جهاز الأمن الوطني، وخاصة أصحاب الرتب الصغيرة على الصعيد الوطني، قبل أن تستفحل الأمور، حيث لا زالت هناك قضايا أخرى شائكة تمس المديرية العامة للأمن الوطني من تدخلات وتجاوزات إدارية وتصرفات غير قانونية من قبل بعض المسؤولين تؤدي إلى تدهور بيئة العمل وجودة الخدمات الأمنية، بل وإلى فرار عناصر الشرطة والأمن خارج البلاد هربا من التهميش والقمع الممنهجين في حقهم، حيث سيتم التطرق إلى موضوع الفرار خارج الوطن في إحدى حلقاتنا القادمة إن شاء الله. مرحبا بكم في قناتنا. إذا كنتم تستمتعون بمحتوانا وترغبون في متابعة كل جديد، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. إذا كنتم قد اشتركتم في القناة فعلا، شاركوا الفيديو مع أصدقائكم وعائلتكم لتعزيز انتشار محتوانا. سنكون سعداء بسماع آرائكم وأفكاركم في التعليقات. لا تترددوا في مشاركة ما تفكرون به وطرح أسئلتكم، نحن هنا للإجابة على استفساراتكم. شكرا لكل من اشترك في القناة ودعمنا، نحن نقدر دعمكم الكبير ونعد بتقديم محتوى مميز دائما.